السلام عليكم مشاهدين ومرحبا بكم ان شاء الله في فيديو جديد. فاليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سميده مفوره ان شاء الله اللي غادي نديروها بالدجاج والتفايه. فبما ان اليوم الجمعه ان شاء الله فغادي نحضرها معكم. فعندي هنايا الدجاج على حسب افراد ديال العائله، عندي تقريبا 1 كيلو ديال الدجاج انا دايره. وهنايا السميده كيف ما كتشوفوا، يعني السميده اللي كتكون شويه غليظه، ماشي السميده اللي كنديروا بها الحرشه، كتكون شويه غليظه عليها. وعندي واحد كاسونس ديال الحمص اللي كيكون مرقد، وشويه ديال الربيع والبصله، وكذلك التوابل وزيت الزيتون. فهنا بالنسبه للدجاج كنضيفوا ليه واحد المعلقه اللي ما عمرش صغيره ديال الخرقوم، وكذلك البزار، وكذلك السكينجبير، وشويه ديال الملحه. ودائما الملحه كتبقى على حسب الذوق. صافي هنايا وزدت الربيع، وكذلك واحد الحبه ديال البصل اللي كتكون كبيره هكا مشلضه، والحمص ضروري انه يكون مرقد. صافي هنايا غادي نزيد زيت الزيتون، وغادي نضيف تقريبا واحد 3 الكيسان ديال الماء، يعني اللي صغارين ماشي كبارين. صافي وغادي نسد على الدجاج ديالي وغادي نخليه كيطيب على عافيه تكون مهيله. فبالنسبه للدجاج الا كنتو يلاه جبتوه فكديروا العطريه هي الاولى، وكديروا الماء وكتخليوه حتى كيشرب شويه العطريه، عاد من بعد كتزيدوا المكونات الاخرى. فبالنسبه للكسكسو بالتفايه اولا السميده بالتفايه فراه كيجي معاها الدجاج وكيجي معاها اللحم، يعني بجوج بهم كيجيو زوينين يعني مع التفايه. صافي هنايا غادي نسد عليها مباشره، وغادي ندوزو ان شاء الله للسميده ديالنا. صافي هنا بالنسبه للسميده عندي كيلو ديال السميده. فاول حاجه كنديروا للسميده فكنديروا لها الزيت، هي الاولى يعني كنبسبسوها بالزيت. فغادي ندير لها انا تقريبا واحد 5 المعالق ديال الزيت، وشويه ديال الملحه، ودائما الملحه كتبقى على حسب الذوق. صافي هنايا درت الملحه، وغادي ندير واحد 5 المعالق ديال زيت الزيتون، وغادي نبسبسها يعني مزيان. صافي وغادي نديرها مباشره كتفور. فبالنسبه للفوره الاولى كنديروها تقريبا كتفور يعني واحد 20 دقيقه، يعني كيكون البخار يعني قبل طالع، يعني كنحطوا الكسكس كتطلع عليها الفوره كنحسبوا لها 20 دقيقه، كنحيدوها وكنعاودوا نديروا الفوره الثانيه. فخليكم ان شاء الله مع المراحل، فانا ما غادي نحيد لكم يعني حتى شي لقطه. فهذه الفوره الاولى غادي نديروها كتفور غير بالزيت وشويه ديال الملحه 20 دقيقه بالضبط، ومن بعد غادي نكمل معكم ان شاء الله الفوره الثانيه والثالثه ان شاء الله. واحد الكيلو ديال البصله اللي كنقطعوها هكذايا طويله، البصله كنقطعوها طويله. فبالنسبه للناس اللي كتعجبهم التفايه فيبغيو يعني كتعجبهم كيديروها في الطاجين، يديروها فوق اللحم، يديروها فوق الدجاج، فيكثروا من الكميه باش كتبقى ليهم التفايه راه ما كتضيع ما حتى شي حاجه يعني في واحد البواطه. فانا كيف ما كتشوفوا درت كيلو هكا ديال البصله انا، يعني هكذايا مقطعه طويله. فكنديروا لها شويه ديال الخرقوم، تقريبا معلقه صغيره من كل حاجه، معلقه الخرقوم مع معلقه ديال البزار، ومعلقه كذلك ديال السكينجبير، وكذلك غادي نديرو معلقه صغيره ديال القرفه، وشويه ديال الملحه، دائما كتبقى على حسب الذوق. فبالنسبه للاخوات كاين بعض الاخوات اللي ما كيديروش كاع العطريه في التفايه، فضروري العطريه كدار في البصله يعني ومع الزبيب، فكتعطي واحد المذاق اللي لذيذ ما شاء الله، فهي اللي كتبنن. فبالنسبه عندي هنايا الزيت والزبيب فغادي يبقاو اخر حاجه، يعني حتى كتدبل ليا ديك البصله مع العطريه وشويه الماء، عاد من بعد كنضيفوا المكونات الاخرى. فهنايا كيف ما شفتوا انا ضفت كاس ديال الماء، يعني كاس اللي كنشربوا فيه العصير، فهو اللي درت، ما غاديش نزيد حتى للاخر، يعني حتى كتدبل ليا البصله عاد غادي نزيد الماء ونزيد الزبيب والزيت ان شاء الله. وتبقى لنا اخر حاجه هي السكر، وواحد المكون اللي كيخلي لنا التفايه كتجي ما شاء الله كتجي في واحد اللون زوين. فخليكم ان شاء الله مع المراحل. فغادي نرد البصله ديالي حتى غادي تدبل ونكمل معكم. صافي هنايا من بعد ما تفورات لينا يعني السميده الفوره الاولى اللي درنا بالزيت، فهنايا غادي نحلوها عاوتاني وغادي نديرو فيها الماء، يعني هذه الفوره الثانيه ان شاء الله. فغادي نديرو فيها 2 كيسان ديال الماء، ودائما الكاس اللي كنستعمل معكم فالكاس اللي كنشربوا فيه العصير اللي كيوزن تقريبا واحد 200 غرام تقريبا اولا 200 ميل. فانا كيف ما كتشوفوا غادي نحلها هكذايا وغادي نخليها تشرب يعني داك الماء، يعني درت فيها 2 كيسان ديال الماء يعني ما زدتش ليها. صافي غادي نخليها واحد 5 دقائق حتى تشرب ليا، ومن بعد غادي نديروها في الكسكاس ان شاء الله تفور لينا. فخليكم ان شاء الله مع المراحل. وهنا بالنسبه للبصيله ديالنا كيف ما كتشوفوا هي دبالت يعني هبطات، يعني كتولي بحال النص ديال ديك الكميه اللي درنا قبل، يعني كتهبط كتدبال صراحه الله. فانا كيف ما كتشوفوا ضفت ليها الزبيب، وغادي نزيد لها واحد كاس ونص ديال الماء، يعني الكاس الاول اللي درت فراني ما زدتش، يعني حتى لدابا عاد زدت كاس ونص ديال الماء اللي غادي نزيدو.
فملي كنديروا الزبيب كنزيدوا كاسونس ديال الماء، وغادي نزيدوا ان شاء الله واحد شويه ديال القرفه، تقريبا واحد هكا غير ويص ديال المعلقه ديال القرفه، وواحد المعلقه ديال ماء الزهر هي اللي بقات ليا. وهنا غادي نضيفوا واحد الكاس صغير، يعني الكاس اللي كنشربوا فيه الشاي، فغادي ندير واحد الكاس صغير ديال الزيت النباتي، وغادي ندير ربع كاس ديال زيت الزيتون. فبالنسبه للتفايه فراه كتبغي الزيت، لان هي اللي كتخليها كتجي زوينه وكتجي فيها ديك اللمعه. فهنا المكون الاساسي في التفايه فهو الكاكاو اولا بودره الكاكاو. غادي ندير معلقه كبيره، كيف ما شفتوا درت معلقه كبيره عامره، ودرت نص معلقه ديال بودره الكاكاو يعني الحلوه، يعني اللي كنستعملوا في الحليب. صافي هنايا غادي نحرك هادشي مزيان، وغتبقى لي اخر حاجه فهو السكر سنيده، غادي نخليه هو اخر حاجه. صافي هنايا من بعد ما شربات ليا هكا السميده، يعني خليتها واحد 5 دقائق، صافي غادي نديروها تفور، يعني الفوره الثانيه ديالها. وهنا كيف ما كتشوفوا الدجاج والحمص فواجدين، يعني طابوا ما شاء الله جاو زوينين. فانا كيف ما كتشوفوا المريقه يعني ما ديروهاش خاتره بزاف وما ديروهاش عشان خفيفه بزاف باش كتجي هي هذيك. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا عاوتاني البصله والزبيب يعني حتى هما طابوا البصله والزبيب. فاخر حاجه دابا غادي نديرها فهو السكر سنيده، يعني ما ديروش يعني من الاول مع الزبيب، فراه غادي تلصق لكم وتحرق لكم الزبيب وكيبقى شويه بحال اللي قاصح. يعني حتى كطيب البصله مزيان كتشوفوها صافي، يعني البصله طابت مزيان والزبيب كذلك طاب. فكتضيفوا هنا كميه ديال السكر، انا غادي ندير 8 ديال المعالق كبار ما عامرينش، فيمكن لكم تنقصوا اولا يمكن لكم تزيدوا. فبالنسبه لكيلو البصله فكياخذ تقريبا واحد كاس صغير ديال السكر سنيده، يعني باش كتجيكم التفايه عاقده وزوينه. فضروري ما انكم كديروا واحد الكميه شويه ديال السكر. فبالنسبه اللي كيبغي الحلاوه ناقصه فينقص الحلاوه. صافي هنايا دائما مع التحريك، يعني ما حتى كتغلى ليا وانا كنحرك، يعني حتى كتبقى في التالي غير ديك الزويته اللي كتبقى في البصله والزبيب، يعني ما كيبقاش كاع فيها الماء. ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديال التفايه، وكذلك نشوفوا التفويره الاخيره ديال الطعام ديالنا. وهنا كنحلو السميده ديالنا، اولا ان شاء الله غادي نحلو السميده ديالنا يعني باش نديروها التفويره الاخيره، يعني التفويره الثالثه. صافي هذه هي التفويره ان شاء الله الاخيره. فهنا كيف ما شفتوا يعني درت كاس ديال الماء وزدت الكاس الثاني، وباقي ان شاء الله غادي نضيف واحد نص كاس. فهنايا كتحلوها يعني مزيان وكتخليوها كتشرب مزيان داك الماء. وهنايا كيف ما كتشوفوا غادي نزيد لها واحد نص كاس ديال الماء، يعني درت 2 كيسان في الاول ودابا زدت 2 كيسان، يعني في هذه الفوره هذه الثالثه والاخيره. صافي غادي ندخل فيها داك الماء يعني مزيان، كنخليوه كيتشرب. ومن بعد ملي كتشرب لنا داك الماء فكنديروا اخر حاجه هي شويه ديال زيت الزيتون، فكندهنوها بها، عاد من بعد كنردوها كتفور. فبالنسبه للاخوات اللي بغات تخلي زيت الزيتون يعني حتى كتحطها من الكسكاس، يعني ملي كتسالي الفوره الاخيره وكتحطها من الكسكاس وكتحلها فكدهنها بداك الزويته بلديه. واللي بغى يدهنها هكا قبل وعاد يردها تفور الفوره الاخيره فلكم الاختيار. انا دهنتها هنا بشويه ديال زيت الزيتون، كديروا تقريبا واحد 3 المعالق اولا 4 المعالق ديال زيت الزيتون. صافي كدهنوها هكا وكديروها مباشره كتفور الفوره الاخيره. صافي هذه هي التفويره الاخيره، يعني كنخليوها تقريبا واحد ربع ساعه صافي وكنحطوها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كذلك التفايه حتى هي واجده، يعني حتى كتبقى لنا غير ديك الزويته فيها من الفوق، يعني كتجي هكا شاربه واللوين ديالها كيجي مغلوق. فدابا كلشي واجد لينا، فنتلاقاو ان شاء الله باش نقادو الطبيصيل ديالنا. وهذه هي الفوره الاخيره ديال السميده ديالنا، يعني الفوره الثالثه.
فتقريبا كتاخذ لنا الوقت السميده بالنسبه للطوار كتاخذ لنا تقريبا واحد 45 دقيقه. يعني الفوره الاولى كتاخذ لنا واحد 20 دقيقه، والفوره الثانيه والثالثه واحد 15 دقيقه، بجوج بهم 15 دقيقه. وهنايا ان شاء الله غادي نخليوها هكذا تبرد واحد شويه، وغادي نصايبوا الطبق ديالنا كيف ما كتشوفوا هكذا. يعني كنديروا القياس ديالنا على حسب افراد العائله. فبالنسبه للسميده يعني راه كيلو ديال السميده يعني راه ما غاديش تسقيوها كامله، لان ما شاء الله راه كتعطي كميه هائله، يعني كتزيد زكا. فكديروا غير الكميه اللي غادي تاكلوا. وبالنسبه للسميده اللي كتبقى لكم فكتخليوها كتبرد وكديروها في واحد البلاستيكه وكديروها في المجمد، وكتحتاجوها ان شاء الله اسبوع اخر ان شاء الله، اولا جمعه اخرى ان شاء الله. فهنايا كيف ما كتشوفوا انا كنزين هكا الطبق ديالي، ونخليكم ان شاء الله مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال السميده بالدجاج والتفايه. فنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كتجي ما شاء الله غزاله، وكيجي المذاق ديالها لذيذ بالاخص يعني التفايه، فكتجي لذيذه ما تشبعوش منها. يعني شوفوا غير اللون ديالها وداك البريه ديالها يعني كتشهي ما شاء الله. فنتمنى ان شاء الله تجربوها. وداك الكاكاو راه كيعطيها المذاق زائد اللون، يعني كيعطيها المذاق واللون، كتجي هائله، كتجي رائعه. فهذا هو السر ديال يعني الطباخات اللي كيديروا التفايه وكتجيهم في هذا اللون. فبزاف ديال الاخوات يعني كيديروها كيقولك علاش ما كتجيناش حتى حنا مغموقه هكاك. فديروا هاد المكون هذا فراه كيعطيها المذاق واللون، كتجي رائعه. وبالنسبه للسميده اللي كتبقى لكم فكتخليوها حتى كتبرد وتحتفظوا بها في المجمد، لان كيلو كيعطي ما شاء الله كميه هائله. فما تنساوش اختكم من اللايكات والدعوات والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. وما بقى لي الا نودعكم والى فيديو قادم وجمعه مباركه.